هي الناس كمان قلقانه قوي من موضوع النيل، موضوع الميه، يعني الناس قلقانه قوي موضوع الميه بالذات. ما جرؤوش يفتحوا بقهم معايا. عملوا اتفاقية عنتيبي، رحت لافف على ال3 دول عشان ما يمضوش فتقف، فوقفت. الدول اللي انا اتفقت معاها ما تمضيش مضت. وجنوب السودان مضت. كلمت رواندا وبوروندي اوغندا ال3 دول قالوا مش هنمضي. راح لهم ابو الغار معاه ورد شعبي. كمان ابن عبد الناصر، خالد عبد الناصر. ما اعرفش مين معاهم، فبيقولوا لي قعدوا الشيوخين يخبطوا فيا جامد، ومعاهم المصريين بيشتموا. شوف الوقاحه. اما ابو الغار قال لهم انتوا كانوا بيتكلموا تشتموا من بره كده. قال له في مده حكم ما قدرناش نفكر في السد ده خالص. كان منعنا كل خايفين منه. انا كان عندي ياما طبلوف، يعني اقدر السد خلص عليه في طلعه واحده. طب دي مش موجوده دلوقتي عندنا؟ لا خلاص بقى. أعتقد سد دلوقتي تقع مع كل الأفارقة. هو كان ساندو ومسيفني بتاع أوغندا ورواندا وبروندي. كلمت كينيا، اتفقت معهم ما يمدوش على عنتيبة، مش بيقولوا سكت في السد ده، سكت. لما يقولوا كاشش في يوم سكت. أول ما مشيت تنحيت يوم في إبريل ابتدوا. ابريل 2011 على طول ابتدوا. قال لك بقى دول مطلوبين ولا حد مش فاضيين لنا وخلاص انتهى. هاتك وحاجة. هيبنوا استهفونا خلاص يعني. العالم كله مستهيفنا. العالم كله عارف ان احنا بلد ضعيفه جدا. يعني كان لنا قيمه كبيره جدا. بقينا ضعاف يا ريس.